هذه أبرز العناوين. المغاربة يشنون حملة واسعة ضد الفنانين الجزائريين بالمغرب احتجاجا على فاجعة السعيدية. والآن إلى التفاصيل. لكن من قبل وباش تكون أول واحد كتوصل بآخر المستجدات المغربية والدولية، المرجو وضع زر الإعجاب والاشتراك وتفعيل الجرس. المغاربة يشنون حملة واسعة ضد الفنانين الجزائريين بالمغرب احتجاجا على فاجعة السعيدية. على خلفية جريمة السعيدية، الجريمة النكراء التي ارتكبها خفر السواحل الجزائري وراح ضحيتها شابين مغربيين أعزلين بالرصاص الحي، واعتقال الباقين الذين كانوا جميعهم في رحلة استجمام على دراجات مائية بمدينة السعيدية. دعا نشطاء مغاربة منظمي الحفلات الفنية الرسمية والخاصة إلى مقاطعة سهرة الفنانين الحاملين للجنسية الجزائرية وقطع العلاقة معهم وعدم الترحيب بهم أو استضافتهم للغناء في المغرب. وبعد نجاحهم في إلغاء سهرة المغنية الجزائرية الشابة وردة، أطلق نشطاء التواصل الاجتماعي حملة مماثلة لإلغاء حفلة المغني أمير بابيلون المبرمجة في ليالي مهرجان تيميتار بأكادير في دورته 18 يوم 9 شهر أغسطس الجاري. وأجمع النشطاء المغاربة في الحملة المذكورة على أن الجزائريين غير مرغوب فيهم وغير مرحب بهم في المغرب ولا في سهراتهم، مطالبين السلطات المغربية للتدخل ومنع حفلاتهم بالمملكة المغربية كرد فعل على الأساليب العدائية التي تنهجها دولتهم في حق المغرب والمغاربة. وأجمع المغاربة على أنه يجب مقاطعة أي شيء يأتي من دولة الجزائر الإرهابية التي قتلت أبناءنا بدم بارد، وأعلن جيشها رسميا مسؤوليته عن القتل. بل أكثر من هذا، هناك بعض الجزائريين من خرج إلى الحدود فرحا مزغردا عما فعله الجيش في أبناء المغرب غدرا. وعلق آخرون أن من الواجب مقاطعة كل ما هو جزائري إنسانا كان أو سلعة والرد عليهم بالمثل، فزمان خاوى رحل دون عودة، وجاء زمن الشر بالشر والبادئ أظلم. وهناك نشطاء آخرون دعوا بضرورة تشديد الرقابة على الأسماء التي تتم دعوتها في الحفلات المغربية، خاصة التي تسرق التراث المغربي وتنسبه لنفسها، وتشديد الرقابة على كل من هو ضد القضية المغربية الأولى التي هي الصحراء المغربية. وبعد نجاح المغاربة في دفع منظمي سهرة كانت مرتقبة أن تحييها المغنية الجزائرية الشابة وردة في 7 من شهر شتنبر الجاري بأحد الملاهي الليلية بعين دياب بالدار البيضاء للإلغاء، جدد النشطاء المغاربة مطالبهم لجميع منظمي الحفلات الرسمية أو الخاصة بخصوص المغني الجزائري أمين بابيلون والمبرمجة على هامش ليالي مهرجان في مهرجان تيميتار في دورته 18 يوم 9 شتنبر الجاري، مطالبين المنظمين بإلغاء سهرة هذا الأخير. كذا النشطاء المغاربة أن الجزائريين غير مرغوب فيهم ولا في سهراتهم، ومطالبين السلطات المغربية والمسؤولين عن القطاع الفني والحفلات للتدخل لمنع حفلاتهم بالمملكة. وعلق أحد النشطاء قائلا: يجب مقاطعة أي شيء يأتي من الدولة الإرهابية التي قتلت أبناءنا بدم بارد، وأعلنت رسميا مسؤوليتها. والأكثر من ذلك أن الجزائريين خرجوا إلى الحدود مزغردين وفرحين بما فعله الجيش في أبنائنا وقتلهم غدرا. وقال شخص آخر: يجب مقاطعة كل جزائري على أرضنا سواء في الفنون أو الثقافة أو الرياضة، ودعونا من الاستغفال تحت مسمى عدم الرد بالإساءة أو بالمثل، بل يجب النهوض ضد دولتهم التي تسير بهم إلى الهاوية. أما أن نستقبلهم بالأحضان ونقول أن السياسة لا علاقة لها بهذا فهذا خطأ كبير. وقال معلق آخر: مقاطعة كل ما هو جزائري إنسانا أو سلعة ضرورة حتمية، والرد عليهم بالمثل، فزمن خاوى قد ولى ورحل دون عودة، وجاء زمان الشر بالشر والبادئ أظلم. وقد تم إلغاء بشكل مفاجئ حفل الشاب مومو بأحد الملاهي الشهيرة بعين دياب الدار البيضاء، ونفس الشيء بالنسبة للمغني الجزائري الشاب حميدو، والذي كان مقررا أن يطلع على الجمهور المغربي من خلال حفل سينظم في شتنبر الجاري بأحد الملاهي الليلية الشهيرة. لقد انخرطت الملاهي الليلية والكباريهات في الحملة التي أطلقها النشطاء المغاربة، وأسرعوا إلى إلغاء حفلات الفنانين الجزائريين،
رغم أنهم يعتبرون من أشهر الأسماء الفنية في المغرب، وتحظى حفلاتهم بحضور عدد كبير من الجمهور العاشق لفن الراي. ولا تزال الجريمة النكراء التي ارتكبها خفر السواحل الجزائري بقتل شابين مغربيين أعزلين بالرصاص الحي واعتقال الباقين في رحلة استجمام على دراجات مائية بمدينة السعيدية تثير موجة غضب واستنكار واسع تتخطى حدود البلدين، خصوصا بعدما تداولتها كبريات وسائل الإعلام والصحف في العالم. بل هناك بعض الدول التي طالبت مواطنيها بعدم الاقتراب من الحدود الإقليمية البحرية الجزائرية مثل بريطانيا وكندا. نشكركم على حسن المتابعة، وإلى اللقاء. إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك معنا والضغط على الجرس ليصلكم كل جديد.